مراسل صحفي من حق نصور كمراسل صحفي كمراسل صحفي. انا غادي نصور هذا الشيء. اسمح لي عندي الحق باش نصور. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. عندي الحق باش نصور. كنت كنتفرج بحالي بحال الناس، طالع في الفيسبوك، هابط في الفيسبوك، حتى انا كنشوف فيديوهات، فاذا بيا كنشوف كيطلع لي هاد الفيديو هذا ديال هاد السيده هادي. هاد السيده هادي العجوز المريضه مشات للسبيطار باش تعالج بحال عباد الله، حتى هي عندها حق في العلاج، فاذا بها ما عندهاش المصاريف ديال العلاج فلاحوها الباب ديال المستشفى. فاللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر. الفيديو اخوتي راه كيضر في الخاطر، كيضر في الخاطر. هاد الفيديو هذا كيضر في الخاطر، ولكن هاد الشيء هذا ما بقاش كيضرنا حنايا الحمد لله. هاد الشيء هذا غيضرهم هما الناس اللي كتأذي عباد الله، والناس اللي ما فيهاش الانسانيه. الناس اللي كتأذي عباد الله وما فيهاش الانسانيه، قال لك الله عز وجل، حنا كندعوا الله عز وجل ان يرد كيدهم الى نحورهم. الكيد ديالهم نسالوا الله عز وجل يردوا للنحر ديالهم. كما بغاو يألمونا بهاد المشاهد هادي، راه هما اللي غيتألموا، هما اللي غيتألموا، هما اللي غيتألموا. مشهد تقشعر له الابدان، مشهد كيعبر على الواقع المر. هذا المشهد هذا كيعبر على الواقع المر، كيعبر على واحد، على مأساة إنسانية. بلد مثل المغرب، بلد يزخر بثقافة، تنوع، ثروات، بلد استراتيجي كيطلع على واجهتين، بلد بوابة أوروبا وبوابة إفريقيا، شمال إفريقيا، وباقي كنشوف فيها مثل هاد المشاهد. فاليوم انا كنتضامن مع هاد السيده هادي، كنتضامن مع هاد المراه العجوز هادي، بحال امي وبحال امك وبحال امك انتي، بحال منا كنا، بحالي انا بحالك انتي بحالك انت. منين غتمشي طاحتي في واحد ظروف، الانسان كله الظروف ديالو، كله عنده ظروفه. كتكون لاباس عليك شويه، ما كتبقاش لاباس عليك، ما كيبقى عندك تريهل. هذه ماشي رجوله، ولا هذا قضاء وقدر. نجيو عندكم السبيطار، ما عندناش مصاريف العلاج، 40 درهم ديال التذكره ولا 80 درهم ولا 150 درهم، راه ثمن رمزي. 150 درهم راه ثمن رمزي، ماشي شي ثمن كبير، ولكن كاين الناس طايحين في الظروف ما عندهم حتى درهم ما عندهمش، ومراد مساكن اللحوم الزنقه. نقولوا حنا ماشي مسلمين، ما فيناش الانسانيه، ترى الدرجه كندوي مع داك الاطباء وداك المؤطرين وداك ترى الدرجه ما فيكمش انسانيه. ترى الدرجه راه اللهم ان هذا منكر. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. السيد الله يجعل لها داك المرض وداك العياء، الله يجعلوا لها مغفرة الذنوب.
المغرب كله كيشهد عليكم. هذا الفيديو هذا يوم القيامه، يوم الحساب، غيشهد عليكم، وغتشهد عليكم الجلود ديالكم والالسنه ديالكم وايديكم غتشهد عليكم، لان هذا عار درتو العار. انا كمسؤول، كنت مسؤول كمسؤول كمسؤول حكومي، او غندوزكم كلكم المحكمه، كلكم غدوزوا المحكمه، كلكم غتحاكموا، كلكم غتحاكموا، كلكم غتحاكموا. لو كانت عندي الكلمه، لو كان عندي الحكم، غتحاكموا، غتحاكموا، لانكم ظلامه، لانكم ما فيكمش الانسانيه. وهذاك المجال اول حاجه خص تكون اختبارات، اختبار انساني. الانسان خصو يكون فيه الانسانيه والطيب وكيحب المجال، عاد يدخل لهذا المجال، الطب، مجال الطب. فهذاك الدومين ماشي ديالكم نتوما كاطباء وكمؤطرين اللي كتحاربوا الفقير وكتحاربوا الفقراء مثل هاد العجوز اللي لحتوها لخارج المستشفى. سيروا قلبوا لكم على شي بيعه وشريه، ديروا شي فراشه، سيروا ديروا شي فراشه، في الزنقه، ولا سيروا للسواق، ديروا السواق، ولا ديروا، راه ما فيكمش الانسانيه، ولا ما خصكمش تخدموا في مجال الطب. كان معكم عبد الرزاق السويلي. السلام عليكم. اللي عجبو الفيديو يبارطاجيه باش يكون عبره لمن لا يعتبر. وان شاء الله الرحمن الرحيم حنا كمجتمع خصنا نحاربوا مثل هاد الافعال الاجراميه، ومثل هاد الاشخاص بالذات اللي ما فيهمش الانسانيه وكيخدموا في مجال الطب. خصنا نحاربوهم بما اوتينا من قوه، باش ما نعاودوش نشوفوا مثل هاد المشاهد اللي نقولوا مؤلمه بالنسبه لهم، ماشي لينا حنا الحمد لله ربي صبرنا، والحمد لله ربي وعانا وعطانا واحد، ما بقاش كيألمنا حتى شي حاجه، ما بقات كتألمنا حتى حاجه، ما بقات كتألمنا، ولله الحمد والله العظيم بالله ما بقيناش كنتألموا. الحمد لله الله عز وجل نزل في القلب ديالنا السكينه والهدوء، فلهذا هذا الفيديو هذا هما براسهم غيضرهم، هما اللي غيضرهم، هما اللي غيألمهم. فكندعيو الله عز وجل، الله ياخذ الحق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.